وهذه البكبكة تسمعوها؟ المبكبكة الليبية باللحم. أول حاجة بنزل زيت الزيتون وبصل أبيض. أطبخ البصل شوية حتى يبدأ يتغير لونه حاجة بسيطة. والآن بنزل اللحمة اللي بسويها اليوم لحم عجل مع العظام. أقلب اللحم شوية مع البصل. لازم تخلوا اللحم يتحمر معاكم حتى يوصل للمرحلة هذه. وبعد ما تحمر اللحم أضيفه للصلصة فلفل أحمر حار مطحون، بهارات مشكلة مطحونة اختيارية، تقليبة سريعة، طماطم مضروب بالخلاط، وملح. أغطي عليه 5 دقائق على نار هادئة حتى يتسبك معانا تمام. وبعد 5 دقائق أفتح عليه، شوفوا لي ما شاء الله تبارك الله. أضيف له ملعقتين شطة حارة اللي هو دبس الفليفلة، حبة بصل كاملة، فلفل أحمر حار وفلفل أخضر. وهذا هو حلاوة المبكبكة. وممكن نسوي الأحمر أو الأخضر اللي متواجد عندكم. أغطي اللحم بالماء والآن بغطي عليه، وبعد 40 دقيقة بالضبط بطفي عليه وأضيف له أي مكرونة عندي أفضلها، وأحركه تحريكه فوق تحت. أولع عليه النار، أخليه 3 دقائق نار عالية، وأغطي عليه 3 دقائق نار عالية و10 دقائق نار هادئة جدا. صحن التقديم حركات ما لها داعي، وأهم حاجة الجرجير والليم. وهذا هو جاهز. الله يا الريحة. وهذه البكبكة تسمعوها؟ بسم الله. وهذه المبكبكة الليبية على أصولها. والله لا أتمرجل يا رجال، عيب، احنا أبو يمن ناكل بالملاعق. قطعة لحم وعصرة ليمون وشوية جرجير. بسم الله. بدون أي نقاش جربوها، عليكم بالعافية.